بعد ما خرجت كل المنتخبات العربية من نهائيات كأس العالم المقامة في قطر، تتجه العيون على فريق واحد وقد يكون الحصان الأسود في البطولة. عم نحكي عن المنتخب المغربي يلي نجح بخطف الأنظار في هذه البطولة وتصدر مجموعته ليذهب بعيدا بمواجهة إسبانيا في الدور 16 من البطولة. عشان هيك جبت لكم توقع لسيدة الفلك ماجي فرح عم تحكي فيه انه النجمة المغربية سوف تكون صادحة في السماء. فتابع الحلقة للأخير حتى تعرف شو هي توقعات ماجي فرح للمنتخب المغربي. وإذا مهتم بسلسلة التوقعات والتنبؤات رح أترك لكم روابط الحلقات بصندوق الوصف لجميع المنجمين، وخاصة تنبؤات مسلسل سامسون عن كأس العالم المؤلفة من 4 أجزاء. معكم سمرجوني من قناة المتنبئ. ضوي زر اللايك واشترك بالقناة وخلينا نبلش الموضوع. المنتخب الوطني المغربي تأسس في 19 أكتوبر من العام 1957 ولعب مباراته الأولى ضد العراق وانتهت بالتعادل 3-3، وهو منتخب عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم. تشرف عليه جامع الملكية المغربية لكرة القدم يلي تأسست في العام 1956، ويلقب منتخب المغرب باسم أسود الأطلس، وألوان الفريق الحمراء والخضراء الممثلة بألوان العلم المغرب، ورمزه الأسد البربري. وآخر تصنيف للفيفا للمنتخب المغربي كان في شهر أغسطس من العام 2022، حيث صنف بالمركز 23 دوليا. أما عن عدد مشاركاته في كأس العالم فكانت 6 مرات، وأولها كانت في سنة 1970. أفضل نتيجة حققها كانت وصوله للدور 16 في نسخة كأس العالم من العام 1986 حتى ليعيد الكرة وينجح المنتخب المغربي بتصدر مجموعته ب7 نقاط والذهاب لمقابلة منتخب إسبانيا في الدور 16 من نهائيات كأس العالم قطر 2022. واستطاع المنتخب المغربي بحصد الأنظار عالميا، كون المنتخب العربي الوحيد يلي نجح بعبور دور المجموعات، بل استطاع أيضا أنه يتصدر مجموعته بعد ما فرض سيطرته على كبار أوروبا، حيث واجه المنتخب الكرواتي وانتهت النتيجة بالتعادل السلبي، حتى في المباراة التالية يحدث المفاجأة الكبرى ويفوز على المنتخب البلجيكي المصنف ثاني عالميا، ونجح بختام المجموعة بمواجهة كندا والانتصار عليها 2-1 ليخطف الأضواء ويكون الحصان الأسود بالبطولة. وبعيدا عن كل التحليلات الفنية والرياضية، فأطلت سيدة الفلك ماجي فرح وتحدثت أن الفريق المغربي سوف تكون نجمته إلى العالمية، حيث بتضيف وبتقول أن المغرب سوف يشرف العرب ويكون حديث الساعة، وسنرى نجوم المغرب في أهم حدث رياضي عالمي، وسيكون منتخب المغرب في المربع الذهبي أي في مباراة النصف النهائي. وبحسب تفسير المحللين بأنه ماجي فرح قصده أنه منتخب المغرب قادر على الوصول إلى المربع الذهبي ويكون من المصنفين ال4 الأول في نهائيات كأس العالم قطر. يمكن أن يتوج المنتخب المغربي، ويمكن أن يكون الوصيف، ويمكن أن يكون صاحب المركز الثالث أو الرابع، وفي كل الأحوال سوف يرفع رأس العرب عاليا. اعطينا رأيك بخانة التعليقات. هل فعلا بتشوف أن المنتخب أسود الأطلس قادرين للذهاب بعيدا في هذه البطولة؟ وهل حينجح المنتخب المغربي بتخطي إسبانيا والذهاب بعيدا لأول مرة يكون منتخب عربي يصل إلى الدور ربع النهائي؟ شاركنا برأيك بخانة التعليقات. إذا بعدك ما شاهدت حلقة تنبؤات مسلسل سامسون حول المنتخب المغربي رح أترك لكم الرابط بصندوق الوصف. بتمنى عليكم تشاهدوها لأنه حلقة مثيرة للجدل مع باقي توقعات المنجمين. وهذا كان كل شيء، بشوفكم حلقة الجاي.